ركبت اتوبيس وحد ضايقك؟ كنت في المواصلات ولقيتي حمدي الوزير في ظهرك؟ ماشيه في الشارع وحد عكسك؟ تعالي بقى وانا اقول لك تعملي ايه وتاخدي حقك ازاي بالقانون. المركز القومي المصري للبحوث الاجتماعيه بيقول ان 62.6% من ضحايا التحرش من البنات التي لا يقل عمرها عن 20 عام، ونصفهم من الاطفال الذي لا يقل عمرهم عن 20 عام. ذكر المركز أيضا أن نسبة الآنسات في قائمة ضحايا التحرش تعدت 75%. نعرف مع بعض إيه هو التحرش كما قررته المادة 306 فقرة أ مكرر وفقرة ب. قالت المادة 306 مكرر فقرة أ: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه كلا من تعرض للغير في مكان عام أو مكان خاص أو مكان متروك بإتيان أفعال أو أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، أي وسيلة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تجاوز 5000 جنيه تزيد عن 10000 جنيه إذا تكرر الفعل من الجاني للمجني عليه من خلال الملاحقة والتتبع. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. نيجي بقى للمادة 306 مقرر فقرة ب من قانون العقوبات. يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت جريمة التحرش بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تزيد عن 10000 جنيه. وإذا كان الجاني ممن له سلطة على المجني عليه كما ذكرته الفقرة 2 من المادة 267 من قانون العقوبات، أو إذا كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه ضغط تسمح الظروف بممارسته، أو إذا ارتكبت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا. تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 2 ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تزيد عن 50,000 جنيه. أعمل إيه بقى لو تعرضت للتحرش؟ بص يا ستي، حضرتك هتحاولي في واقعة التحرش حضرتك تتصلي بالنجدة أو تروحي على اسم الشرطة وتحاولي على قد ما تقدري إن أنت تقبضي على المتحرش ده. وفي حالة ان انت لو معرفتيش تقبضي عليه حضرتك تحاولي ان انت تجيبي اسمه وبياناته وتروحي تعملي فيه محضر، ويكون مع حضرتك شهادة الشهود، او حضرتك يكون حد مصور فيديو للواقعة اللي تمت التحرش بيه. وطبعا رجال الشرطة هيساعدوا حضرتك وهيجي لحضرتك حقك ان شاء الله. هتيجي حضرتك تسأليني سؤال: هل يجوز التصالح في جريمة التحرش ولا لا؟ حصل قانون رقم 145 لسنة 2006 الخاص بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية في الكتاب الدولي رقم 10 لسنة 2006، أحكاما مستحدثة في نظام الصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مقرر من قانون الإجراءات الجنائية. يجوز للمتهم أو وكيله إثبات التصالح في أي حالة كانت عليها الدعوة وبعد الحكم البات، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوة الجنائية صلحا حتى لو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة وفقا للكتاب الدولي سالف الذكر، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة. بص يا ست الكل، لو حضرتك تعرضتي للتحرش في وقت من الأوقات اوعي تتغاضي ان انت تدافعي عن حقك وتدافعي عن شرفك وتدافعي عن جسمك. ما ضاع حق وراء مطالبه. تصبحوا على خير.